يعني انه انا كنت بدافع عن اولاده، يعني هي في الاخر اولاده، فما ينفعش ان حد يطلع يهينها بهذا الشكل مهما حصل. يعني هي ست ضيفة عندنا في مصر، انت ابن بلدي وابن مصر، لكن هي ست يعني ضيفة عندنا في مصر. ويعني انا بعتبر ان اي ست مطلقة يا جماعة بتبقى يعني ست وحيدة وبتبقى ست ضعيفة، وما ينفعش ان احنا نعايرها باللي جوزها المحترم عمله لها. لا، هو انا شايفه انه ده واجب على الزوج، ان هو يعني يدلع مراته، انه يهني مراته. ما اجيش بقى في الاخر اقول لا انت ما تنسيش انت دخلتي لي بشبشب وخرجتي بجزمه والكلام مساء الخير يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. انا طالعه النهارده عشان عايزه اوجه رساله للفنان تامر حسني. في ناس دايما تحب تحط التاتش بتاعها للأسف، ومش للخير لا للشر. أنا لما حصل موضوع بسمة بوسيل في اللقاء بتاعها، وطلع أحد الناس رد عليها وكان في تطاول على شعب المغرب أو نساء المغرب، أنا الحاجة الوحيدة اللي اتدخلت فيها إن أنا كنت بدافع عن نساء المغرب، وده واجب علينا إحنا كإعلاميين كمصريين. لكن موضوع بقى بسمة وتامر يعني أنا ما يهمنيش في حاجة، ولا تدخلت فيه ولا هتدخل فيه ولا ليا دعوة بيه ولا حد ليه دعوة بيه، دي حاجة بينهم هما الاتنين، إحنا ملناش دعوة. إلا إذا حد عرض وقال والله يا جماعة الخير حصل كذا، إيه رأيكم؟ أو يعني طالما محدش سأل خلاص محدش إيه يتحشر. فمرة تانية بعيد بقول، وبعدين على فكرة أنا من عاشقات المطرب تامر حسني. تامر حسني ده يعني نجم جيل يا جماعة، تامر حسني ده من أهم نجوم جيله، المطرب اللي أخرج ومثل ولحن وغنى ويعني وكتب، ويعني ده يا جماعة أيقونة، فعنده شعبية كبيرة جدا جدا، متواضع جدا. يعني انت تامر حسني ده نجم الجيل، فأنا بحبه جدا جدا. طبعا أنا يعني من الفانز بتوع تامر حسني، وبحبه من أكتر مطربين جيله طبعا. وبرضو بعيد مرة تانية انه انا الكلام اللي قلته انا كان مدافع عن نساء المغرب، لكن انا ما اتدخلتش في موضوع تامر وبسمة. ومش معنى ان انا قلت كده ان انا يعني بعاتب تامر او بطلع تامر غلط، لا طبعا. يعني احنا ما نعرفش حاجة ولا لينا دعوة بحاجة. تامر ده انسان محترم وبر باهله وفنان جميل، وانا بقول انا شخصيا اتمنى ان يكون عندي مناسبة وان تامر حسني يكون هو يعني بيحييها، وبحبه جدا 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 جدا. وانا برضو بالعكس، يعني انا شايفة ان هو لو حد برضو حب يحط له التاتش بتاعه زي ما اتحط التاتش ليا، يعني انه انا كنت بدافع عن اولاده، يعني هي في الاخر اولاده، فما ينفعش ان حد يطلع يهينها بهذا الشكل مهما حصل. يعني هي ست ضيفة عندنا في مصر، انت ابن بلدي وابن مصر، لكن هي ست يعني ضيفة عندنا في مصر. ويعني انا بعتبر ان اي ست مطلقة يا جماعة بتبقى يعني ست وحيدة وبتبقى ست ضعيفة، وما ينفعش ان احنا نعايرها باللي جوزها المحترم عمله لها.
لا، هو انا شايفه انه ده واجب على الزوج، ان هو يعني يدلع مراته، انه يهني مراته. ما اجيش بقى في الاخر اقول لا انت ما تنسيش انت دخلتي لي بشبشب وخرجتي بجزمه، والكلام القذر ده ما ينفعش. فعموما انا بتمنى الاتنين ان هما يعني يبقى بينهم كل خير، وانه الناس تطلع من الموضوع ده ومحدش يحط التاتش بتاعه. واخر مرة هقولها عشان محدش يزايد على كلامي، انا اتدخلت في الموضوع عشان ادافع عن المرأة المغربية اللي اسيء ليها في الكلام، واحنا لا نسمح بذلك كمصريين. وانا كاعلاميه، وانا كبسمه وهبه، وانا كعندي اصدقاء كتير مغاربه وبحبهم، بكن لهم كل احترام. وفي العرافه لابسه كتير قوي قفاطين، اموت انا في القفطان. صوفيا بن يحيى مدلعاني. ماشي يا جماعه. تامر انا بحبك جدا، وما تديش لحد انه يعني يحط التاتش بتاعه ويقعد يسخن الدنيا. وانت انسان جميل وانا بحبك جدا، وتصبحوا على خير. سلام عليكم.